سلام الله عليكم. نتمنى تكونوا على خير. القصه ديال اليوم من القصص البوليسيه، فيها احداث اللي غادي ناخذ منهم العبره ونعرفوا التهور وقله الوعي فين كيوصل. نخليكم مع القصه، ما تنساوش الدعم ديالكم، راه تحفيز لنا. مشينا. هشام شاب في عمره 32 عام، وسيم في ملامحه، شاب نقي وقافز. واحد المره وهو راجع بالليل للدار كان شويه معطل. دخل العماره وطلع في الدروج للشقه ديالو. دازت واحد نص ساعه حتى كيخرج العساس ديال العماره بسبب صوت ديال الغوات والاصطدام. ما عرفش اشنو طاري، كيشوف غير الجثه ديال هشام طايحه في الارض، وباين انها طاحت من البالكو ديال الشقه اللي ساكن فيها هشام، كاينه في الكاتريام ايطاج. يعني المسافه كبيره وهادشي باينه في الجسم ديال هشام، الدم خارج من كل بلايص. العساس عيط على البوليس ديك الساعه، وما قربش الجثه ولا حركها، حيت من المنظر باين ان الروح خرجات منها. فما بغاش يقرب ليها، قال حتى يجيو اهل الاختصاص. فكر نيت يخرج راسو من المسؤوليه، والواجب راه دارو. جاو البوليس ومعاهم الطب الشرعي، بداو الخدمه ديالو. سولو داك العساس على هاد الشاب، قال انه سميتو هشام، ساكن في الطابق الرابع مع مرته، عايشه معاهم الخدامه وما عندهمش ولاد. عاودوا سولوه واش خرجات مرته ولا طلعتي دقيتي عليها. قال لهم لا، ما بانش ليا، والليل هذا كلشي ناعس، انا فقت غير بالغوات، خرجت كنلقى هادشي. عيطت لكم وما عاوش تحركت من هنا، ما بغيت ندير حتى شي حاجه اللي غادي ترجع عليا. قال ليه الضابط احسن ما درتي. طلب منه الضابط يوريه الشقه ديالو. فعلا طلع معاه حتى للدار وكيدقوا. بقاو شحال عاد حلات لهم مرت خالد الباب، وكان باين فيها انها يلاه ناضت من النعاس ومخلوعه ما فاهمه والو. قالوا ليها معاك البوليس، قالت لهم ياك لاباس. قال لها الضابط جينا على واقع ديال السيد خالد، راه طاح من البالكو ديال داركم. السيده سمعت هادشي طارت كتجري للبالكو، طلات كيبان ليها خالد مغطينو والدنيا مرونه. بدات كتغوت والبوليس شدو هاديك الساعه، حيت يمكن تولي شي كارثه واحده اخرى. فدخلوها لوسط الدار وحاولوا يهدنوها. سولوا هذيك الساعه واش كاين شي واحد اخر معاكم في الدار. قالت لهم الخدامه، راه هي في بيتها. مشاو دقوا عليها حتى هي وفاقت ما فاهمه والو. خرجت من البيت ديالها وبداو كيشرحوا ليها شنو طاري. هاد الخدامه عايشه معاهم مده طويله، سنين وهي خدامه عندهم. رجعوا عند الزوجه مسكينه اللي كانت منهاره وحالتها حاله، كياخذوا الاقوال ديالها. سولوها واش شافتو ملي دخل، واش هضر معاها، فين كانت هي ملي طاح هو من البالكو. جاوبات الزوجة أنها كانت ناعسة، جا معطل للدار وهو كيف العادة ديما سكران. أكد ليه العساس أنه ملي دخل شافو كان باين عليه سكران وحتى الريحة كانت عاطية، وتأكد من أنه سكران ملي سلم عليه. سولو الزوجة فين كانت ملي دخل خالد للدار. قال شافتو ولكن ما كيهضروش حيت بيناتهم مشاكل بسبب الخمر وضياع الفلوس. هي طالبة منه الطلاق وهو رافض، غير دخل مشات تنعس، وهو ملي دخل ما هضرش معاها، عيط الخدامة تقاد ليه الماكلة. جابوا الخدامه وقالوا ليها انت يا اخر وحده شفتيه. قالت لهم جبت ليه الماكله حطيتها ليه ودخلت سديتها ليه في بيت الناس. البوليس ما عرفوش اللي طرا بالضبط، وكيقولوا واش زعما يكون هو اللي لاح راسو ولا مع سكران ما حسش براسو طاح. ولكن البوليس عارفين انه اللي متعود يسكر ما غاديش توصل بيه حتى ما يبقى عارف راسو اش كيدير باش يطيح من البالكو. البوليس بان لهم انه شي حاجه ماشي عاديه، وكاينه يد باش هو طاح من البالكو. فبداو كيسولوا راسو من رجال الشرطه وكيتناقشوا انه نسبه قليله يكون طاح راسو. الخدامه صادقه من كلامها، اصلا هي ما عندها لاش تقتلو. والزوجه قالت انها طالبه الطلاق وهو رافض، ولكن واش هادشي غادي يخليها تقتلو؟ وحتى لا فكرات تقتلو صعيبه تنتقم بهاد الطريقه. ولكن من خلال كلامها وكيفاش لقيناها باين عليهم انهم كانوا ناسين. وحتى ملي دقوا عليها خرجات، واول ما شافوها كان باين في ملامحها الناس. فقالوا نتسناو تقرير ديال الطب الشرعي، حيت فين ما كتكون غامضه شي قضيه بحال هادي كيتسناو تقرير ديال الطب الشرعي، حيت كيساعد بزاف على الحل ديال اللغز. التقرير ديال الطب جا، بان فيه انه خالد مات نتيجه ديال الصدمه مع الارض، وما عليه حتى شي اثار ديال شي مشاده ولا مدابزه. فزادت نسبه الاحتمال انه زلق وطاح راسو. نسبه الكحول في الدم ديالو كانت طالعه بزاف، هادشي اللي كيعني انه كان سكران. لكن واحد من رجال البحث اللي كياخذوا البصمات والملاحظات من مسرح الجريمه جا عند الضابط وقال ليه كاين واحد الحاجه اللي ما غاديش نعتبروها دليل، ولكن هي اشاره اللي خاصها تفسير. قال ليه الضابط اشنو كاين. قال ليه ملي كنا كنصوروا الجثه والمسرح ركزت انا على الاصابع ديال خالد، حيت في صبعو الوسطاني كان باين فيه اثار ديال الخاتم، ولكن الخاتم ما كانش في يدو. قلبنا مزيان المسرح وما لقيناش. قلنا انه يقدر يكون طار ملي تسطح مع الارض، ولكن راه مستحيل،
حيت مهما الخاتم داير اثار في الصباع ما غاديش يخرج بسهوله. قلنا انه يقدر يكون هزو الحساس. الضابط قال يعني كاين خاتم في يديه، خصنا نركزوا على هاد الاشاره ونتبعوها حتى هي. عيطوا على الحساس وبداو كيحقوا معاه، واول حاجه قالوا ليه: علاش خديتي الخاتم اللي لقيتي طايح؟ العساس ما فهم والو، طاح منه النص. حلف بجميع الحلفات اللي كيعرف انه ما شافش الخاتم وما قربش للجثه. الحاجه الوحيده اللي دار هو بلغ البوليس. قلبوا الدار ديالو مزيان، سولوه فين مشى وفين جا ديك اليومين، وما كان حتى شي دليل على انه عنده علاقه بالخاتم. فكروا في اتجاه اخر انهم يقلبوا في الدار ديال خالد، ولكن بلا ما تعرف الزوجه ديال خالد انهم جايين على ود الخاتم. فعلا مشاو عندها وطلبوا منها يدوروا شويه في الدار ياخذوا شي بصمات وشي معلومات على خالد. ما كانش عندها مشكل وخلاتهم يديروا خدمتهم. وهما كيقلبوا في الدار دخلوا حتى للبيت ديال الخدامه. بان لهم تحت السرير ديالها واحد الصندوق، قلبوه كانوا فيه ديزاكسيسوار، ومن بينهم خاتم ديال الرجال. هزو داك الخاتم وكان مطبوع فيه الحرف الاول ديال خالد والحرف الاول ديال سميه مراته. سولوا على الصندوق ديال من، قالت الخدامه ديالي. قالوا ليها ديال من هذا؟ بدات كتبكي غير راسها وقالت ما عارفه والو، انا غير لقيته. جاوبها الضابط وقال لها تيقناك، ولكن علاش ساكته على هذا الخاتم وما عطيتيش للزوجه ديالو؟ ما عرفت ما تقول وبدات كتخرج وكتدخل في الهضره، وقالت انها غير لقاتو طايح في الدار. قال لها الضابط كذوب هادشي، الخاتم محيد من الصبع ديال خالد، وخالد مستحيل يحيد الخاتم، يعني شخص اللي حيدو ليه. الخاتم مزير على يديه، حتى الا بغا يحيدوه غيخصو تركيز وما يحيدوش وهو سكران. اذا قولي لينا كيفاش خديتي الخاتم من يديه. البوليس هنا لقاو واحد الخيط وغادي يتبعوه بالتدقيق، حيت يقدر يوصلهم لبزاف ديال المعلومات وربما الحل في الاخير. الخدامه ما كانش مستعده وكان باين عليها انها تلفات. بقات غير كتدخل وكتخرج في الهضره وكتقول انا ما عندي دخل. ديك الساعه داو معاهم الخدامه وحتى الزوجه ديال خالد المركز باش يحقوا معاهم مزيان. بداو بالزوجه وقالوا ليها فهمينا نوع العلاقه اللي بينك وبين خالد. بدات كتحكي وقالت اصلا خالد محاسب وكان خدام عند زوجي الاول اللي مات. ملي مات زوجي بدا كيتواصل معايا خالد، وحيت هو المحاسب والمسؤول على المدخرات ديال الشركه اللي ورثت، تبعت خدمته وكان ممتاز فيها، دخل ليا لخاطري، وحتى هو طلب مني الزواج وقبلت به. ولكن كان في بالي انه غادي يكون نعم الرجال، غادي يعاونني وغادي يحميني وغادي يكبل الثروه ديالي، وخصوصا انه مهم في الشركه وعارف اشنو فيها. ففكرت انه هو الرجل المناسب. تزوجنا وكنلقى العكس. خالد بدا كيخسر الفلوس كثيره في القمار والخمر. شفتو غادي بيا الهاويه وغادي يضيع عليا الخدمه ديال سنين، فطلبت منه الطلاق. ولا هو الموضوع الوحيد، خصوصا النهار الاخر اللي جا. كان سكران كثر من العادي، ما كانش مسوق ليا. كنت كنبكي وكنقول ليه طلقني، ولكن كانني ما كايناش في الوجود. دخلت البيت وخليته كيعيط للخدامه ومشيت الناس، حتى فيقني الدقان ديال البوليس وقالوا لي خالد طاح من البالكو مات. قال لها الضابط يعني انت ما شفتي والو؟ قالت لهم لا. الضابط قال لها الخاتم ديال خالد لقيناه عند الخدامه. الزوجه بلا ما تشعر قالت يعني هي السبب الجريمه، اما انا ما عندي حتى شي علاقه. حبسوا التحقيق معها وجابوا الخدامه. هنا البوليس غادي يديروا الخدعه ديالهم. دخلوا الخدامه وقالوا لها الزوجه ديال خالد اعترفات بيك وسمعنا منها داكشي اللي طرا، انت ما غادي تقولي والو ولا ما نسمعوا منك والو. الخدامه حسات براسها تصيدات، بدات كتبكي وكتقول كذوب، كلشي كذوب، هي اللي رماتو من البالكو، اما انا غير عاونتها. البوليس شافوه بعضياتهم وعرفوا القضيه تفكات. قالوا لها واخا هي كذبات، قولي لينا انت الحقيقه. قالت هو جا سكران كيف العاده، وخالد ديما في المشاكل مع مراته. هي كتقول له طلقني وهو رافض الفكره. ديك الليله جا سكران ودابزات معاه على خسران الفلوس اللي ديالها. ما تسوقش هو ودخل بدل حوايجو وجا جلس في الصاله. طلب مني نحط ليه العشاء ديالو، ولكن حنا كنا متفقين انا وياها انها هي تلاهي بالهضره والغوات، انا غادي نجيب عصا وغادي نضربو اللور ديال راسو. فعلا داكشي اللي طرا. جيت من موراه وضربتو راسو، وحيت هو سكران داخ، ولكن هي شداتو قبل ما يطيح. مع سكران بقى غادي كيلوح في رجلو، هي اللي مقيدياه حتى للبالكو وهي تدفعو باش يطيح. خرج ليه شويه الدم من راسو، مسحناه من الدار ديك الساعه وحيدنا جميع الادله. وكل واحد فينا مشى لبيتو وسد عليه باش ملي تجيو تلقاونا ناعسين ونتفاجئوا بالخبر. قال ليها وداك العشاء واش وجدتيه ليه؟ قالت ليه لا. جبت ليه القرعه ديال الشراب ديالو حطيتها فوق الطبله ملي كانوا كيتناقشوا، وانا رجع فحالي للكوزينه باش يبقى في بالو انني كنصايب ليه العشاء. الضابط تفكر ديك اللحظه انهم ملي دخلوا فعلا ما كانش اثار ديال العشاء. قال لها والخاتم كيفاش وصل لعندك؟ قالت ليه الوقت اللي كنت غاديه به مرتو عاونتها،
وبالي الخاتم في يديه. صراحة طمعت وقلت هو ميت ميت، اللهم يستافد منه. خديته منه، وملي وصلنا للبالكون مشيت للبيت باش نخبيه بلا ما تشوفو مراتو. وانا في الطريق دورت وجهي نشوفها واش شافتني، بانت ليا كترمي فيه من البالكون. رجعوا لعند الزوجة ديالو وداروا معاها نفس الخدعة، ولكن هي اعترفت بنفس التفاصيل اللي حكات لهم الخدامة. وهنا كنرجعوا ان الروح عزيزة عند الله، وحتى الفطنة ديال رجال التحقيق اللي انتبهوا لهاد الإشارة البسيطة. والجيد انهم ما تهاونوش وداروا فيها امل حتى وصلتهم للحقيقة. ولكن الا جينا نهضروا على شنو دارت الزوجة، فهو امر عادي انها تطلب الطلاق حيت ما قدرتش تستمر في ديك العلاقة ومن حقها. ولكن الخطأ هي الجريمة اللي دارت، والحل اللي فكرت فيه ما هو الا هلاك ليها والناس اللي دايرين بها. كان بامكانها تمشي للمحكمة وتخلي القانون يدير خدمته، ولكن هي تهورات بلا ما تفكر مزيان. الله يحفظنا ويحفظكم من المصائب وقلة الوعي. دمتم في رعاية الله.